السيدات والسادة، ها نحن في مرحلة الإعداد لحرب أكتوبر، وفي هذه النقطة تحديدا وجد الرئيس الراحل أنور السادات بأن للإيمان دور كبير في إزكاء روح الانتصار ويعني رغبة الجندي المصري في نيل الشهادة، وتحديدا هما إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. ورفع السادات في هذه المرحلة شعار العلم والإيمان، وبالتالي كان في هذه النقطة الأخذ بأسباب النصر من التجهيزات والإعداد وغيرها من المقومات، وأيضا رفع شعار أن الحرب خدعة، وبالتالي كان الخداع الاستراتيجي في العديد من المراحل في الإعداد لحرب أكتوبر. في الحرب نفسها أو قبلها بأيام كانت هناك بشارات يعني تدل على أننا إن شاء الله منتصرون. وفي ذات يوم عندما استيقظ شيخ الأزهر فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود تحديدا، وذكر بأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه برفقة مجموعة من علماء المسلمين، وقالت القوات المسلحة والجنود يعبرون قناة السويس. وفي هذه الفترة انتقل ويعني قابل الرئيس السادات وقال له عن هذه البشارة، فطمأنه الرئيس السادات واطمأن داخليا بأننا إن شاء الله مقبلون على الحرب وأننا إن شاء الله منتصرون. أيضا الرئيس السادات في زيارته ما قبل الحرب بأيام إلى المملكة العربية السعودية، وكان معه بصحبة الملك فيصل، وأسر له بأننا مقبلون على الحرب، فكانت البشارة من قلب الكعبة بأننا إن شاء الله منتصرون. في شعار الحرب الجميل السائد كانت كلمة الله أكبر التي تزلزل يعني حماس وروح الجنود. يعني مكمن اختيار هذا الشعار وهذا النداء الذي استقر عليه كل المصريين في حربهم، يعني يقال بأن من خلال ما سمعته من الفريق الشاذلي بأنه كان في زيارة إلى الجيش الثالث، ويعني سمع نداء الله أكبر فقال لماذا لا تكون هذه صيحة الحرب تحديدا لكي تكون كلمة سرية أو نداء شهيرا في الحرب. وبالتالي تم استخدام العديد من الميكروفونات وتم ترديد شعار الله أكبر ليكون دافعا ويعني نقطة حماس للجنود لكي يعبروا يعني قناة السويس بنداء النصر بنداء الله أكبر. لكن الحرب في مجملها وجدنا أن فيها المصري سواء كان مسلم أو مسيحي، وجدنا فيها السوري سواء كان شيعي أو درزي، وجدنا فيها الفلسطيني سواء كان كاثوليكي أو ماروني. وبالتالي تجمعت هنا كل الطوائف من أجل يعني هدف واحد، وهو استرداد الكرامة واسترداد الأرض والنصر المظفر في أكتوبر من خلال رفع شعار العلم والإيمان، لما في ذلك من إزكاء لروح الفداء، إضافة إلى اختيار التوقيت وهو شهر رمضان، والمسلمون صيام يقومون بصلواتهم، والمسيحيين يرتلون يعني إنجيلهم. وبالتالي كان هذا هو الدافع لأن تكون معركة بدر هي الخلاص لمعركة مماثلة في نفس التوقيت في أكتوبر في 10 من رمضان.